السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن سعر لتر البنزين في الدول العربية وفي بعض الدول الغربية، وهنتكلم على كل دولة سعر لتر البنزين فيها، وسعر تفويل التانك عربية 45 لتر هيتكلف كام، وهنذكر متوسط الأجور في كل بلد لوحدها. بس عايز انوه على حاجة، متوسط الأجور ده هو المبلغ المتوسط ما بين الناس اللي بتاخد أجور عالية وما بين الحد الأدنى للأجور، يعني هو المتوسط ما بين الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى للأجور. علشان انا عارف ان في ناس ممكن تقول لا ده مش ده المبالغ اللي بناخدها هنا، لا هو ده بيبقى مبلغ المتوسط، يعني مش شرط ان ده المبلغ اللي تكون انت حضرتك بتقبضه او غيرك بيقبضه، لا ده متوسط الاجور في البلد دي، وغالبا بيبقى بنسبة كبيرة من الموظفين في البلد بيقبضوا الرقم ده. ورقم واحد عندنا المملكة العربية السعودية، سعر لتر البنزين 95 هو 2.33 ريال سعودي، ومتوسط الأجور الشهرية أو المرتبات الشهرية هي 7700 ريال سعودي، وسعر تفويلة 45 لتر هي 105 ريال سعودي. وتاني دولة معانا هي المغرب، سعر لتر بنزين 92 هو 15 درهم مغربي، ومتوسط المرتب الشهري في المغرب أو الأجور الشهرية 8000 درهم مغربي، وسعر تفويلة 45 لتر بتكون 675 درهم مغربي. تالت دولة الجزائر، سعر لتر بنزين 95 هو 46 دينار جزائري، ومتوسط المرتبات أو الأجور 150 ألف دينار جزائري، وسعر تفويل تانك عربية 45 لتر هو 2000 دينار جزائري. رابع دولة هي مصر، سعر لتر بنزين 92 هو 10 جنيه وربع، ومتوسط المرتبات في مصر أو الأجور 9200 جنيه مصري، وسعر تفويل التانك عربية 45 لتر 461 جنيه مصري. العراق، سعر لتر بنزين 92 في العراق 750 دينار عراقي، ومتوسط المرتبات أو الأجور 2 مليون دينار عراقي شهريا، وسعر تفويل التانك عربية 45 لتر هو 33750 دينار عراقي. الكويت، سعر لتر بنزين 95 في الكويت هو 105 فلس كويت، ومتوسط الرواتب أو المرتبات هي 1270 دينار كويتي، وسعر التفويل لتانك عربية 45 لتر هو 4 دينار و7 من 10. المتوسط الرواتب في الكويت، يعني أنا الكلام بيبقى على المواطنين الكويتيين، يعني متوسط الرواتب للمواطنين الكويتيين، لأن هي بتختلف. في دول بتحاسب العمالة بمرتبات غير المرتبات لأولاد البلد، بتختلف. يعني أنا اللي بذكره هنا متوسط الرواتب لأبناء البلد أو للمواطنين بتوع البلد. الأردن، سعر لتر بنزين 95 هو 1 دينار أردني فاصلة 165، ومتوسط الرواتب في الأردن هي 1660 دينار أردني، وسعر تفويل التانك عربية 45 لتر 52.4 دينار أردني. سوريا، سعر بنزين 95 في سوريا هو 10000 ليرة للتر، متوسط الرواتب أو الأجور في سوريا 150 ألف ليرة شهريا، وسعر تفويل التانك عربية 45 لتر هو 450 ألف ليرة. هو السعر بتاع البنزين في سوريا بنزين الغير مدعم، لأن أنا سامع إن في بنزين مدعم في سوريا ده بيبقى بأسعار مخفضة شوية عن كده، بس في نفس الوقت هيبقى برضو سعر تفويلة العربية تانك العربية هيبقى غالي جدا، ويكاد يكون بيوصل للمرتب نفسه بتاع الموظف او المواطن السوري. ودي حاجة من ضمن الحاجات اللي انا اتصدمت فيها بصراحة، وكل الدعم لسوريا، وان شاء الله ترجع احسن من الاول وتنحل الازمات ان شاء الله. تونس، سعر لتر بنزين 95 في تونس هو 2.5 دينار للتر، متوسط المرتبات في تونس 3930 دينار تونسي، وسعر تفويل التانك عربية 45 لتر هو 112.5 دينار تونسي. الامارات، سعر لتر بنزين 95 في الامارات هو 3 درهم امارات، ومتوسط الرواتب او الاجور في الامارات هي 12000 درهم امارات، وسعر التفويلة لتانك عربية 45 لتر هو 135 درهم امارات. وهنا برضو انا بتكلم على المواطن الاماراتي اللي شغال في الامارات، مش العمالة اللي بتيجي تشتغل في البلد. والرقم ده بتاع الراتب بيبقى متوسط الراتب، يعني ما بين الحد الادنى والحد الاقصى. قطر، سعر لتر بنزين 95 في قطر هو 2.1 ريال قطري، متوسط الأجور في قطر هي 15700 ريال قطري شهريا، وسعر تفويل التانك عربية 45 لتر هو 94.5 ريال قطري. نيجي مع بعض بقى لأمريكا، الولايات المتحدة
الأمريكي. سعر لتر بنزين 95 في الولايات المتحدة الأمريكية هو 1.08 دولار أمريكي، ومتوسط الأجور في الولايات المتحدة الأمريكية هي 4900 دولار شهريا، حوالي 4900 دولار شهريا. وسعر تفويل التانك عربية 45 لتر هو 48.6 دولار أمريكي. نيجي للمملكة المتحدة أو بريطانيا. سعر لتر البنزين 95 هو 1.44 استرليني، ومتوسط الأجور أو المرتبات هو حوالي 4000 جنيه استرليني. سعر تفويل تانك عربية 45 لتر هو 64.8 جنيه استرليني. ألمانيا. سعر لتر بنزين 95 في ألمانيا هو 1.85 يورو للتر الواحد، ومتوسط المرتبات حوالي 4000 يورو شهريا. سعر تفويل التانك عربية 45 لتر هيكون 83.25 يورو. وأخيرا معانا فرنسا. سعر لتر البنزين ال 95 في فرنسا هو 1.86 يورو للتر، ومتوسط الرواتب هو 3900 يورو شهريا. سعر تفويل التانك عربية 45 لتر هيكون 83.7 يورو. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة، ويا رب اكون فدتك بمعلومة. ولو في اي خطأ في المعلومات اللي انا قلتها لك يا ريت تصححها لي في الكومنتات. ولو انت من اي دولة تانية غير الدول اللي احنا ذكرناها دي اكتب لنا في الكومنتات، قول لنا سعر لتر البنزين عندك بكام ومتوسط الاجور عندك كام، وكلنا نستفيد ان شاء الله. لو عجبك الفيديو متنساش لايك وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.